تعالوا نشوف بيحصل ايه في فيلم تنة ورنة مع بداية اول ضحكة مولود جديد. وهنا بتتولد جنية جديدة، الطفلة هنا بتضحك والزهرة بتطير لحد ما بتروح لنجمة توديها ارض الجنيات، وهنا بيستقبلوها وبيودوها لشجرة تراب الاساطير. وبنشوف ان كل الجنيات بتتجمع وبيحطوا الزهرة في وسط الشجرة ويرموا عليها شوية من تراب الاساطير، فالزهرة بتتحول لجنية صغيرة. وهنا الملكة بترحب بيها وبتقول لها اهلا بيكي في ارض الجنيات، وبتفرد لها جناحاتها عشان تقدر تطير. وبتبتدي الجنيات تحط الرمز بتاعها قدام الجنية الجديدة، زي مثلا جنية التلج والمية وغيرهم كتير. فالجنية الجديدة بتسأل الملكة ايه دول؟ قالت لها دول هيساعدوكي عشان تعرفي موهبتك. وهنا بتروح لمملكة المية لكن ما بتتفاعلش معاها، وبتروح لجنية النبات وبرضه بتفشل، وبتفضل على كده لحد ما الضوء اللي على شكل شاكوش ده بيروح ناحيتها وينور جامد قوي. فبتروح جنية المية لباقي الجنيات وبتقول لهم انا عمري ما شفت نور زي ده قبل كده مع حد فينا، ولا حتى لما نسمة جت ارض الجنيات. ودي نسمة جنية الرياح، فبتسمعهم وبتبقى قاعدة متضايقة جدا. وهنا لما حاجة بتنور لأي جنية ده معناه انها هتبقى جنية مميزة جدا، والملكة بتروح لها وبتحضر كل الجنيات وبتقول لهم رحبوا بتنة ورنة. وبيروحوا لها الكائنين دول وبيقولوا لها ازيك يا انسة تنة، انا اصيل. فصاحبه بيزقه بعيد وبيقول لها انا بلبل في خدمتك في اي وقت. وهنا اصيل بيقول لها انت جيتي في احسن فصل في فصول السنة. فبتقول له اشمعنى؟ فبيقول لها لان الربيع قرب. وبلبل بيقول لها ان في ارض الجنيات في عوامل مختلفة لكل فصل في السنة، زي مثلا مملكة الخريف ومملكة التلج، وجنيات التلج هياخدوا اجازة بعد ما وصلوا الشتاء للعالم كله. وهنا مملكة الصيف، وان كل دول بيستعدوا لاكتر فصل مهم وهو فصل الربيع. وبتنزل تنة وبتتفرج على الحاجات اللي بيعملوها. وهنا بلبل بيقول لها انت جاهزة تشوفي المملكة بتاعتنا؟ وهنا بيقولوا لها اهلا بيكي في عالم التنات. فبتنبهر تنة بالطبيعة الجميلة، فبيقول لها اصيل بتبصي فين؟ بصي تحت. فبتنزل واصيل بيبتدي يعرفها على كل حاجة بيعملوها. وهنا بيفرجها على بيتها الجديد، فبتقول لهم ده بيتي انا. فبيقولوا لها احنا كان نفسنا ان الجنية الجديدة تبقى مننا، فعشان كده احنا جهزنا لك شوية هدوم، بس هتطلع كبيرة عليكي شوية لانك صغيرة. فبلبل بيقول لها خلصي لبس وتعالي على ورشة الجنيات، دي مشيرة هتفرح بيكي جدا. وهنا بيسيبوها ويمشوا وبتبتدي تظبط لبسها. وهنا بلبل واصيل بيتخانقوا مع بعض، وبيقول بلبل لاصيل انت ليه جبت غصن مقاس 5؟ انا مش قلتلك تجيبوا مقاس 7؟ فاصيل بيقول له لا انت قلتلي 5. لحد ما بيلاقوا تنة جايه لهم بشكلها الجديد، فبينبهروا من شكلها. وهنا تنة بتقول لهم يا ده الكل هنا مشغول. فبيقولوا لها احنا هنعمل اطباق وكمان حلل وكمان سله وحاجات تانية كتير. وساعتها بتيجي مشيرة وبتقول لهم خلصتوا العربيه؟ فبيقولوا لها ايوه طبعا خلصناها. وبيقول لها اصيل خلصنا العربيه ومفيش اي حاجه ضايعه. فبتقول لهم عايزه اشوفها. فبيحاولوا يتوهوها وبيقولوا لها ما سلمتيش على تنة ورنة. فبتفرح مشيرة بيها وبتقول لها ده انت ايدك ناعمه قوي، هما يومين شغل بس وهتبقي انشف من ايد اصيل. وهنا بتقول لاصيل وبلبل خدوا العربيه وروحوا وصلوا الطلبات. واصيل بيوطي صوته وبيقول لبلبل بس لسه في عجله ناقصه. فمشيرة بتسمعهم فما بيعرفوش يخبوا عليها حاجه. فتنة بتقول لها ممكن اروح معاهم، وبتنقذهم من مشيرة. وهنا بيروحوا بالعربيه وبنشوف اصيل وهو شايل العربيه بدل العجله. بيعرفوا تنة على الفار اللي ماشي بالعربيه واسمه جبنه. ومره واحده بيطلع لهم من الغابه زرع غريب بيهجم عليهم، وبيطلعوا كلهم يجروا لحد ما بيخبطوا كلهم في الشجره وكل حاجه معاهم بتتكسر. وبتيجي جنيات وبيطمنوا عليهم، وتنة بتحكي لهم اللي حصل. فبيقولوا لها الزرع ده اسمه الشوك النطاط وبيقطع اي حاجه قدامه. فبلبل واصيل بينادوا عليهم وبيقول لهم احنا جبنا لكم شويه حاجات للربيع، دي انابيب قوس قزح لمنيره. فندى بترمي شويه ميه في الجو ومنيره بترسمهم في الجو. فبتنبهر تنة باللي هي شايفاه وبتقول لها انت هتعملي بيه ايه؟ فبتقول لها هاخده معايا ارض الناس. فبتقول لها يعني ايه ارض الناس؟ فبتقول لها ندى ده المكان اللي هنغير فيه الشتاء لربيع. وفوز بتقول لها وانا هحضر الفطار لكل الحيوانات. فبتقول لها وردة وانا هفتح كل النباتات. وهنا منيرة بتقول لتنة احنا هنطير لحد ما نوصل لتاني نجمة على اليمين، وهنفضل نطير لحد ما نوصل لارض الناس. فبتقول لهم باين كده ان ارض الناس دي جميلة جدا. فبتودعهم وبيمشوا. وهم في الطريق تنة بتشوف نسمة وهي بتحاول الهوا لرحيق. فبتقول تنة للي معاها روحوا انتوا انا هاجي وراكوا. فبتروح لنسمة وبتتخض وبتبوظ كل اللي بتعمله. فتنة بتتأسف لها بس نسمة بتبص لها بقرف وبتمشي. فبتروح وراها تاني وبتقول لها ايه موهبتك؟ فنسمة بتقول لها انت شايفة ايه؟ فبتقول لها اكيد انت بتاعة اللقاح. فنسمة بتقول لها انا بطير بسرعة ودي موهبتي، وانها موهبة نادرة وكل الجنيات هنا بتعتمد عليا. فبتقول لها تنة ده زي اللي انا بعمله بالظبط، يبقى احنا كده زي بعض. فنسمة بتتضايق وبتقول لها انا بغير الطبيعة، اما انت بتاعة اطباق وحلل، وده معناه ان الربيع
مش بيعتمد على التنات الغبية. فتنة بتقولها انا لما اروح ارض الناس اثبتلك احنا قد ايه مهمين. فنسمة بتقولها مين اللي هيروح ارض الناس؟ فبتقولها تنة انا. فنسمة بتضحك وبتقولها انتوا ليكوا اهمية كبيرة هناك وانا مستنية لما اشوف. وبتسيبها وتمشي. وبتمشي تنة هي كمان وبتكون متضايقة جدا من نسمة. وهنا بتشوف حاجة بتلمع على الشاطئ فبتروح لها وبتلاقي كمان حاجات تانية فبتقعد تلعب بيها وبتاخدهم وبتطير وبتروح بيهم على المخزن. فبلبل بيقول لها ايه الحاجات دي؟ فبتقول له معرفش. فأصيل بيقول لها دي حاجات تايهة وبيقول لها ان الحاجات دي بتيجي من ارض الناس. وهنا بتيجي مشيرة وبتقول لها مش عايزاكي تضيعي وقتك بالحاجات دي وبتلمهم وتمشي. فبلبل بيقول لها يلا نستعد عشان مراجعة الملكة الليلة. فبتقول له تنة يعني ايه مراجعة الملكة الليلة؟ فبيقول لها ان الملكة هتراجع كل اللي عملوه الجنيات الليلة عشان الربيع وبيسيبوها وبيمشوا. فالتنة بتقول لنفسها دي فرصة كويسة قوي عشان اثبت نفسي قدامها. تسهر تنة طول الليل تخترع عشان توري الملكة. فبتفضل شغالة كتير وبتستعد بقية الجنيات لمراجعة بالليل. فبتيجي الملكة والوزير بيقول لهم استعدوا وبيقول للجنيات تبدأوا عزف. فالملكة بيعجبها التنظيم وكل حاجة. فالوزير بيقول لها لما زهرة الزهور تفتح هناخد الربيع لأرض الناس. فبتقطع كلامهم تنة وبتقول لهم انا فاتني حاجة. فبيقولوا لها لا. فبتقول له انا اخترعت شوية حاجات عشان التنات تستخدمها في أرض الناس. فالكل بيستغرب. فبتطلع تنة أول اختراع عملته. فبتحط البندق وبتقعد تدوس عليه فبتفلت منها وبتيجي في السنجاب. فبيزعل ويمشي. فبيحاول يوقفها الوزير. فالملكة بتقوله سيبها تكمل. فبتوريهم الاختراع التاني وبتقول لهم ان ده رشاش للورد وبتشغله بس بيغرق الوزير ولسه هتكمل. بس الملكة بتقول لها هو محدش قالك؟ فبتقول لها محدش قال لي ايه؟ فبتقول لها ان الجنيات التنات ما بيروحوش لأرض الناس. كل الحاجات دي بتعملها الجنيات الطبيعية. فبتنصدم وبتضحك وبتقول لهم انا كده ما كنتش هعرف اروح. وهنا نسمة بتتفرج عليها وبتكون فرحانة فيها وبتبتسم تنة وبتمشي وبيبقوا زعلانين عليها. وبترجع على المخزن وبتقول لمشيرة نسمة كان عندها حق تنات ملهمش لازمة عشان كده احنا ما بنروحش لأرض الناس. فبتقول لها مشيرة انت مش جنية مية ولا نور ولا حيوانات، انت تنة ولازم تبقي فخورة بنفسك. ولما تقدري تخلي الورد يكبر ولما تمسكي النور ساعتها بس تقدري تروحي لأرض الناس. وبتسيبها وبتمشي. فبتقف رنة تفكر في كلامها. وتاني يوم بتروح كل الجنيات لشجرة الأساطير عشان ياخدوا شوية تراب يروحوا بيه لأرض الناس. واللي بيديلهم التراب هو تميم. وتنة بتروح لهم وبيستغربوا لأنهم فاكرينها زعلانة. وتنة بتقول لهم أنا مش لازم أبقى تنة من التنات، أنا عايزة أغير موهبتي، يعني مثلا أبقى جنية نور أو مية أو أي حاجة. وبينصدموا وبيقولوا لها محدش هنا بيغير موهبته. فتنة بتزعل وبتقول لهم انتوا بتعملوا حاجات جميلة قوي لكن أنا بعمل شوية حلل. فندى بتقول لها أنا هساعدك. وفوز بتقول لها نفس الكلام وبيقرروا كلهم يساعدوها. فبتاخدها ندى للمية وبتقول لها أول وأسرع حاجة ممكن تتعلميها هي قطرات الندى على شبكة العنكبوت. وهنا الجنيات بتشجعها وندى بتقول لها هتمسكي قطرات الندى كده وهترصيها بالطريقة دي. وتنة بتحاول ولكن قطرات الندى بتفرقع في ايديها. فندى بتقول لها اهدي وانتي هتنجحي. فبتحاول تنة اكتر من مرة ولكن بتفشل. فما بتعرفش تعمل ايه. فبترميها على شبكة العنكبوت. فالمية بترد تاني وبتيجي في الجنيات. ووقتها بلبل واصيل بيكونوا بيشتغلوا. وهنا اصيل بيحط حاجة في ودانه عشان بيصدع. وبلبل بيلاحظ ان تنة مش موجودة. فبيقول لاصيل ما شفتش تنة ورنة؟ فبيقول له يا رب نخش الجنة. فبيقول له تنة؟ قال له لا مش عايز حنة. وبتيجي مشيرة وبتقول لهم فين تنة؟ فما بيبقوش عارفين يقولوا لها ايه. وبيقولوا انها راحت مع جبنة تجيب شوية حاجات. فجبنة بيقول لهم في حد بيناديني. فبيقولوا لها احنا نقصد راحت تجيب جبنة. ووقتها منيرة بتحاول تعلم تنة انها تبقى جنية نور. فبتقول لها امسكي النور بالطريقة دي وحطيه هنا. فبيروحوا للحشرات اللي بتبقى مستنية النور. ومنيرة بترملهم شوية نور فبينوروا. والشوية دول مستنيين تنة تحدف لهم. وبتحاول تمسك النور بس ما بتعرفش. ومنيرة بتحاول تساعدها بس تنة بترفض. وهنا بتمشي الحشرات لكن تنة بتقول لهم يقفوا. وبتقعد تخبط في العلبة اللي فيها النور لحد ما بيخرج ويخبط في كل مكان. وبيفضل يلف لحد ما يجي في تنة. فالحشرات بتفرح وبتجري وراها طول الليل. وتاني يوم منيرة بتروح لتنة وبتقول لها انا عارفة انتي كنتي فين. وبتقول لها يا خسارة كان عندي امل كبير فيك يا تنة. وبتسيبها وبتمشي. وهنا بلبل بيقول لها اسمعي كلامها هي عندها حق. فبتقول له كل ده ليه؟ عشان اشتغل طول حياتي، انا مش عايزة ابقى تنة غبية. بيزعلوا وتنة بتقول لهم انا ما كانش قصدي. وبتسيبهم وبتمشي. بتروح لفوز عشان تعلمها تبقى جنية حيوانات. فبتقول لها اول حاجة تبتسمي وتخليهم يثقوا فيكي. وفوز هنا بتعلم العصفور يطير. وبتقول لتنة علمي انتي العصفور الصغير. وهنا تنة بتحاول تهدى والعصفور بيبقى خايف قوي. فبتلفله وبتقول له ايه رأيك في الجو؟ ما بتفكرش تطلع تغير جو؟ فبيقول لها لا مش بفكر. فبتقول له انا قلت كده برضو، هو كل اللي عليك انك هتعمل كده. فبتلاقيه بيحاول يرجع للبيضة بتاعته تاني فبتمنعه بس
بس بيعضها. فبتقول له حاول تسمعني، انا فشلت في كل حاجة الفترة اللي فاتت، فايه رأيك تحاول تطير معايا يمكن انجح. بيترعب منها اكتر وبيرجع للبيضة بتاعته تاني. فبتشوف طائر فبتقول للعصفور الصغير ان الطائر ده شكله شاطر في الطيران، انا هروح له يمكن يساعدنا. وهي رايحه له بتلاقي واحد من الكشافة بيقول بصوت عالي صقر، وبيحذر الباقي. والصقر بيطير ورا تنة وبتهرب منه لحد ما بتستخبى في شجرة وبيكون فيها نسمة، وبتقول لها انت ايه اللي جابك هنا، ده بيتي. وبتلاقي الصقر قاعد يكسر في الشجرة، فنسمة بتخرج منها وتنة وراها، وبتقع نسمة قدام الصقر وكان هياكلها، بس كل الجنيات بترميه بالفواكه فبيهرب الصقر. فكله بيضحك على منظر نسمة، وتنة بتروح لها وتتأسف لها وبتقول لها انا كنت بحاول اساعدك. فبتقول لها يبقى تبطلي تحاولي تساعديني. وبتبص لاصحابها وبتقول لهم انا فعلا ماليش لازمة، وبتقعد تكلم نفسها لوحدها وبتقول انا بالطريقة دي عمري ما هروح لارض الناس. وهي ماشية بتلاقي خزان قدامها مليان حاجات، فبتفتح وبتجيلها فكرة، فبتجمع الحاجات اللي حواليها وبتبتدي تركبها. واصحابها بيكونوا شايفينها من بعيد، وبتركب تنة المسامير وبتقفلها، وبتلاحظ ان في فتحة في النص، فبتقعد تدور لحد ما تلاقي حاجة فبتطلعها، فبتلاقيها عروسة. فاصحابها بيتصدموا وبتاخدها وبتروح تركبها في الفتحة وبتلف فيها وتطلع موسيقى، واصحابها بيروحوا لها وبينبهروا من شكلها ومستغربين ان تنة قدرت تصلحها. ووردة بتلفت نظرها وبتقول لها انت عارفة انت بتعملي ايه، انت بتظهري موهبتك، بتخترعي وبتصلحي الحاجات، هي دي موهبتك يا تنة. وندى بتقول لها مين هيفرق معاه يروح ارض الناس وهو معاه الحاجات الجميلة دي. فتنة بتقول لها انا يفرق معايا، انا نفسي اروح ارض الناس واعرف الحاجات دي بتيجي منين. وبيطلبوا منها اصحابها انها تفكر في كلامهم وهتعرف انه صح، ما بتردش عليهم فبيسيبوها وبيمشوا. وبتروح لنسمة وبتطلب منها انها تعلمها تكون جنية طيران زيها، فبتقفل الباب في وشها. وتنة بتتحايل عليها وبتقول لها انت املي الوحيد، واصحابي كلهم اتخلوا عني. فبتفتح لها نسمة الباب وبتوافق تساعدها، وبتبعتها للغابة عشان تمسك الشوك النطاط، وبتعمل تنة دايرة من الخشب عشان تعرف تمسكه. وهنا بتقوله جاهز يا جبنة، فبيقول لها لا، فبتقوله ما تخافش، عددهم 7 أو 8 بالكتير. بتبتدي تتحرك ونسمة بتكون بتبص عليها من بعيد. وهنا بنشوف الشوك النطاط، فبتمد العصايتين وبتمسك 2 منهم وبتحبسهم، ونسمة بتروح وبتفتح لهم الباب تاني، وبتفضل تنة وراهم لحد ما بيبقوا كتير وبيكسروا الخشب اللي تنة عملته، وبيدخلوا أرض الجنيات وبيدمروا كل حاجة قدامهم. واللي كانت هتروح للربيع بتروح تنة المكان وبتلاقيه بالشكل ده، فبيروحوا لها الجنيات وبيقولوا لها انت عملتي ايه؟ فبتقول لهم انا كنت بحاول امسك الشوك النطاط. فوردة بتقول لها ان مفيش ولا جنية تقدر تمسكه. وبتيجي الملكة وبتنصدم من المنظر وبتقول كل الاستعدادات بتاعة الربيع باظت. وبتروح لها تنة وبتقول لها دي غلطتي، انا السبب في كل ده. فبتتأسف لها وبتسيبها وبتمشي. وهنا الملكة مجمعة الوزراء وبتقول لهم الربيع لازم يجي في وقته عشان ما يحصلش خلل في العالم. فالملكة بتهديهم وبتقول لمشيرة هل في احتمال نعمل كل حاجة تاني في الوقت الفاضل؟ فبتفضل تحسب وبتقول لها مستحيل. فالكل بيترعب من اللي هيحصل. وهنا تنة بتروح لشجرة الأساطيل وبيشوفها تميم من بعيد وبيقول لها انت كويسة؟ فبتقول له انا كويسة، انا بس كنت عايزة شوية من تراب الأساطير عشان هغيب شوية. فبيقول لها قد ايه يعني؟ بتقول له للأبد. فبيقول لها دي فترة طويلة جدا. فبيديها تراب الأساطير وبتقول له شكرا يا تميم. بيقول لها ايه ده، انت عارفة اسمي؟ بتقول له طبعا. بيقول لها ده انا مجرد حارس أساطير، يعني انا مش مهم زي باقي الجنيات. فبتقول له تنة ايه اللي انت بتقوله ده، انت غالبا افضل واحد في ارض الجنيات، وان من غيرك مش هيبقى فيه اي سحر، انت لازم تبقى فخور بموهبتك. فبيقول لها انا طبعا فخور. فتنة بتفهم اللي عايز يوصله لها وبتقول له انا لازم امشي. فبترجع المخزن وبتقعد قدام اختراعاتها وهي زعلانة، فبتلمح الحاجات المركونة عندها وبتجيلها فكرة. وتاني يوم بتروح الملكة للجنيات وبتقول لهم للأسف انا عندي ليكم خبر وحش، الربيع مش هيجي في وقته، احنا هنحتاج شهور كمان عشان نعوض اللي راح، ولما زهرة الزهور تفتح بكرة مش هنقدر نروح لأرض الناس. وبتروح تنة ورنة للملكة وبتقول لها انا عندي حل. فالكل بيبص وبيستغرب. فبتقول للملكة ارجوك اسمعيني. فبتروح للجنية وبتقول لها انت محتاجة وقت قد ايه عشان تلوني الدعسوقة؟ فبتقول لها تقريبا كده ربع ساعة. فبتروح تنة للحشرة وبترشها وبتحط النقط وبتخلصها في ثانية. وبنشوف نسمة وهي واقفة متضايقة وبتقول تنة للملكة انا اقدر اخلص كل تجهيزات الربيع في ثانية، بس محتاجة منكم تساعدوني. وهنا بتروح لهم نسمة وبتقول لهم تاني هتسمعوا كلامها، ده هي السبب في كل اللي احنا فيه ده. وبتتضايق تنة وبتقول لها انت ايه مشكلتك، انت فاكرة نفسك احسن مني؟ انا على الاقل بقدر اساعد، لكن انت عمرك ما ساعدتي حد. فبتقول لها لا انا ساعدتك انت، بأمرت لما قلتلك تمسكي الشوك النطاط. فالكل بينصدم. والملكة بتقول لنسمة يعني انت اللي خليتيها تعمل كده، اظن ان سرعتك كانت هتخليكي تمسكي الشوك النطاط. فبتقول لها انا، وبتسيبهم
وبتمشي. فبتقول الملكة لتنة أنا واثقة من إنك هتنجحي. فبتقول لها أيوة لأني من التنات، والتنات بتصلح البايظ وهي دي موهبتي، بس مش هقدر لوحدي. وهنا كل الجنيات بتتلم حواليها وبيبدأوا يجمعوا شوية حاجات، وبتفضل تنة تجمع معاهم. وأصيل وهو بيجمع معاهم الحاجات بيلاقي اللعبة اللي تنة صلحتها. تقعد تنة تخترع في حاجات عشان تسهل على الجنيات الشغل، عشان يلونوا بسرعة ويجمعوا الألوان أسرع. وبيفضلوا يشتغلوا لحد ما بيخلصوا كل حاجة هتروح لأرض الناس. وهنا الملكة بتيجي وبتفتح زهرة الزهور. فبتقول الملكة لتنة ورنة انتي أنقذتي الربيع. فالجنيات بتروح للملكة تطلب منها ان تنة تروح معاهم لأرض الناس. فتنة بترفض وبتقول لهم انا لسه ورايا شغل كتير. فمشيرة بتقول لها انتي شغلك مش هنا، وبتصفر. وبيجيبوا بلبل وأصيل اللعبة. فمشيرة بتقول لها انا لقيت اللعبة دي من كام سنة فات، ولكن ما كانش عندي اي فكرة دي ايه ولا اصلحها ازاي، بس انتي يا تنة عرفتي، واعتقد ان في بنت في أرض الناس مستنية اللعبة بتاعتها. فبتقول لها يعني ايه؟ بتقول لها يعني في واحدة هتروح وهترجع اللعبة دي لصاحبتها. فبتفرح تنة وبنشوف صحابها بيجروا عليها، وبتجري وبتحضن تنة مشيرة وبتشكر الملكة. وهي ماشية تميم بيروح لها وبيديها شوية من تراب الأساطير، فبتشكره هو كمان. وبتبتدي رحلتها لأرض الناس، وأصيل وبلبل بيبقوا شايلين اللعبة. وبتكون تنة سعيدة جدا وهي طايرة معاهم، وبيوصلوا لأرض الناس. وبتنبهر تنة من الحاجات اللي بتشوفها. وبتبتدي الجنيات تجيب الربيع لأرض الناس، وبيصحوا الحيوانات وبيسيحوا التلج وبيزرعوا الورد. وبتكون تنة شايفة كل اللي بيحصل، وإن الجنيات بتقدر توصل الربيع لأرض الناس. وهنا بتبدأ مهمة تنة، بترمي شوية من تراب الأساطير على اللعبة فبتطير. فبتاخدها وبتمشي وبتفضل تدور على بيوت كتير لحد ما بتلاقي البيت ده. فبتبص من شباك الأوضة وبتنبهر من الحاجات اللي بتشوفها، وبتلاقي طفلة صغيرة داخلة الأوضة. فبتخبط على الإزاز وبتروح تستخبى. فالطفلة بتفتح الشباك وبتفرح جدا عشان لقت اللعبة بتاعتها. فبتطلع مفتاح وبتشغل اللعبة وبتكون في منتهى السعادة. فبتنادي عليها أمها وبتقول لها تعالي يا ويندي. وتنة بتكون سعيدة جدا لأنها قدرت ترجع اللعبة لصاحبتها. وهنا يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. بيبدأ فيلمنا كالعادة بصوت بيقول لنا إن تغيير الفصول بيجيب معاه مفاجآت كتير، وسحر الجنيات معروف من زمان، وإن أعظم تغيير في الطبيعة بيحصل في فصل الخريف. ولما بيقرب وقت الحصاد بنكتشف أسرار كتيرة، وكمان بنعرف إن الخريف السنة دي مش زي أي سنة لأنه هيظهر لنا فيه القمر الأزرق. وفي الوقت ده بنشوف الجنيات وهم بيجهزوا أرض الناس للخريف، وبيوقعوا أوراق الشجر وبيهتموا بالحيوانات. وبعد كده بنرجع لشجرة تراب الأساطير اللي تنة ورنة طورتها وخلتها أحسن وأسرع من الأول. وبنشوف تميم وهو بيجمع تراب الأساطير للجنيات اللي بتروح أرض الناس. وهنا الرئيس بتاعهم بيأكد عليه إن كل جنية ليها كوباية تراب بس. وهنا بيقول لهم تميم إنه رايح يساعد تنة ورنة، فبيتريقوا عليه وبياخد حبل وبيمشي. وبنروح لتنة اللي بتعمل مركب سريع علشان يساعدوا بيه جنيات تراب الأساطير، وكل الحيوانات بيساعدوها. وهنا بيروح لها تميم وبيديها الحبل اللي بتستخدمه، وبيبدأوا يشغلوا المركب. وبتفرح تنة ورنة جدا، بس للأسف المركب بيتحرك بسرعة وما بتقدرش تسيطر عليه. فبيخرج من المية وبيخبط في شجرة، وبيروح تميم علشان يطمن عليها. فبتتعصب جدا وبتقوله انها كانت عايزة تعمل المركب ده علشان تساعدهم. فبيحاول تميم يهديها، وفي الوقت ده بتيجي مساعدة الملكة وبتقول لتنة ورنة ان الملكة عايزاها. فبتروح معاها تنة وبتسمع المستشار وهو بيقول لمشيرة انتي متأكدة من تنة؟ فبتقول له مشيرة اي نعم تنة بتتعصب بسرعة بس هي شاطرة جدا. وبينادوا على تنة اللي بتقول لهم ان دي مش غلطتي وان حشرة البقى هي اللي عصبتني. فبيستغربوا من كلامها، وبتكتشف تنة انهم مش عايزينها علشان كده. وهنا بيبدأ المستشار يسألها تعرفي ايه عن فصل الخريف؟ فبيحكي لها عن الخريف وبيقول لها ان السنة دي الخريف هيجي مع قمر الحصاد الازرق، وانهم لازم يعملوا له صولجان جديد. وبيوريها كل الصولجانات اللي الجنيات عملتها قبل كده، وبيقول لها ان السنة دي الدور على الجنيات التنات علشان يعملوا الصولجان. وهنا مشيرة بتقول لها انا اخترتك انتي علشان تعملي الصولجان. وهنا بيقول لها المستشار ان الصولجان لازم يتعمل بنسب معينة، وعلى نهايته هنحط حجر القمر الازرق، ولما القمر الازرق يظهر الشعاع بتاعه هيعدي جوه الحجر، ووقتها هيتكون تراب اساطير ازرق، والتراب ده هو اللي هيخلي شجرة تراب الاساطير اقوى. وبتوريها مشيرة حجر القمر وبتقول لها ان هو حساس جدا وممكن يتكسر بسهولة، وبتعرفها الملكة انهم واثقين فيها ومعتمدين عليها. فبتشكرهم تنة على الثقة
دي وبتاخد الحجر وبترجع بيتها. وبعدها بيروح لها تميم، فبتعرفوا تنة انهم اختاروها علشان تعمل لهم صولجان الخريف السنة دي. فبيقول لها تميم ان ده معناه انهم ادوها حجر القمر. فبتاخده تنة وبتوري له الحجر، وبيفضل تميم يقول لها معلومات كتيرة جدا عنه بما انه حارس لتراب الاساطير، وبيقول لها ان ممكن يساعدها بما انهم اصدقاء. فبتوافق تنة وبتشكره. وتاني يوم بيروح تميم عشان يصحي تنة، وبيقول لها انهم قدامهم شهر على احتفال الخريف. وبتبدأ تنة تصمم الصولجان وتميم بيساعدها. وتاني يوم تميم بيصحيها علشان يكملوا شغل. وبتمر الايام وتنة بتصنع الصولجان. وبيجي اليوم اللي بعده وتميم بيصحيها كالعادة، وبتكمل تنة الصولجان. وهنا تميم وهو بينظف حواليها، فبتتضايق تنة جدا لانها ما بتعرفش تركز. وبتخلص تنة راس الصولجان وبتطلع حجر القمر علشان تحطه، بس تميم بيفضل يتكلم وراس الصولجان بتتكسر. فبتتضايق تنة جدا وبتتعصب. فبيقول لها تميم انها محتاجة آلة تكون حادة جدا. فتنة بتقوله فعلا انا عايزة آلة حادة جدا، وبتخليه يروح يدور لها عليها. وفي الوقت ده اصيل بيكون بيجرب آلة للألعاب النارية، وللأسف رجله بتتعلق في حبل فبيطير وبيتعلق على شجرة. وفي الوقت ده بيوصل لهم تميم وبيسألهم عن آلة حادة جدا. فبيقولوا له دور في المغارة وهناك هتلاقي حاجات كتير تايهة. ووقتها تنة بتكون خلصت الصولجان وحطت الحجر عليه. ووقتها بيرجع لها تميم ومعاه بوصلة، وبيقول لتنة انه جاب الآلة الحادة. فبتقول له تنة ان دي حاجة مدورة، فبيطلب منها تبص جواها. بس تنة ما بتقتنعش بيها وبتزقها وبتقع على الصولجان وبتكسره. فبتنصدم تنة وبتزعق لتميم وبتقول له ان انت السبب علشان جبت البتاعة دي هنا. فبيحزن تميم وبيسيبها وبيمشي. اما تنة بتحط الحجر على الارض وبتتعصب وبتخبط البوصلة اللي بتتفتح وبتخبط الحجر فبيكسرها. ولما بيجي الليل بنشوف تنة وهي بتحاول تصلح الحجر زي ما كان، لكنها بتفشل. وفي الوقت ده بيروحوا لها اصيل وبلبل علشان تروح معاهم مسرح الحواديت، لكنها بترفض لانها مشغولة. فبيقولوا لها انهم هيعرفوا مشيرة انها مش هتقدر تيجي. ولما تنة بتعرف ان مشيرة هتحضر بتجيلها فكرة، فبتروح وراهم مسرح الحواديت وبتشوف مشيرة وبتسألها اذا كان موجود حجر قمر تاني. فبتتصدم مشيرة وبتكون خايفة ان الحجر يكون حصل له حاجة، لكنها بتطمنها وبتقول لها انها بتسأل لان لو في حجرين اكيد هيكون في كمية كبيرة اقوى من تراب الاساطير. فبتقول لها ان ده الحجر الوحيد وانه عندهم من 400 سنة، ومن غيره شجرة تراب الاساطير هتكون ضعيفة والحياة هتكون مستحيلة في ارض الجنيات. فبتنصدم تنة وبتبدأ المسرحية وبتحكي الجنية عن حكاية سفينة قراصنة قدرت توصل لارض الاحلام، ومسكوا جنية من الجنيات وخلوها تعرفهم مكان مراية الامنيات اللي صنعتها الجنيات من ملايين السنين، واللي هتحقق لأي حد 3 امنيات. وبتقول ان القراصنة طلبوا امنيتين بس قبل ما يطلبوا التالتة السفينة غرقت بيهم. فتنة بتسأل مشيرة اذا كان الكلام ده حقيقي. فبتقول لها مشيرة ايوه، وبتكمل الجنية الحكاية وان علشان توصل لهناك هتاخد رحلة للشمال لحد ما توصل لجزيرة الامنيات وتعدي من جبل على شكل قوس، وبعدها هتوصل لقصر الاقزام. وبعد ما تعدي الجسر هتلاقي السفينة، ووسط الكنوز هتلاقي مراية الامنيات. فبتخلص المسرحية وبتتسحب تنة وبترجع البيت وبتبدأ تجهز كل حاجة علشان تروح تدور على مراية الامنيات عشان تطلب منها حجر قمر جديد. وبتقرر تروح لتميم وتطلب منه تراب اساطير، بس تميم بيكون فاكر انها رايحة تصالحه وبيسألها ليه عايزة تراب اساطير زيادة. فبترفض تنة تقوله السبب. فبيرفض تميم يديها تراب اساطير وبيقول لها انها اخدت حصتها قبل كده وانه مش هيقدر يخالف القواعد. فبيحزنوا هما الاتنين وتنة بتسيبه وبتمشي وبتروح تقعد على القطن اللي بيقع عليه شوية تراب اساطير فبيطير. فبتجيلها فكرة وبتروح تجمع شوية حاجات وبتصنع منطاد وبترمي عليه تراب اساطير وبياخدها المنطاد وبيطير. وبتبدأ تنة رحلتها لأرض الشمال وبيقابلها شوية حشرات وبتقدر تهرب من خفاش، وواحد منهم بيخبط في المنطاد بتاعها وبيقع جواه من غير ما تاخد بالها. وبيمر الوقت وبتجوع تنة فبتروح تدور على الأكل بتاعها، بس بتتفاجئ لما بتلاقي الكائن ده أكل أكلها كله. فبتزعقله تنة وبتطلب منه يمشي. وبتبص تنة على الخريطة لكنها ما بتقدرش تشوف حاجة بسبب الضلمة. ووقتها الكائن ده بيرجع لها تاني وبينور لها. فبتقوله تنة يفضل معاها وبتعرفه على نفسها. وبعد محاولات كتير بتعرف منه ان اسمه بريك وبيكملوا طريقهم مع بعض. وهنا في أرض الجنيات كل الجنيات بيجهزوا لحفلة الخريف. وبنرجع لتنة اللي بتعرف ان فاضل يومين بس على ظهور القمر الأزرق. وبتنام تنة وبريق وفجأة بيتخبط المنطاد بتاعها فبتصحى وبتتفاجئ بجبل على شكل قوس. فبتربط المنطاد وبتطلب من بريك ياخد باله منه وبتطير لحد ما بتوصل للجبل. ووقتها بتتصدم لما بتلاقيها شجرة على شكل قوس. ووقتها بيجي شوية هوا وبيحرك المنطاد وبيحاول بريك يمسكه لكنه ما بيقدرش
بيقدرش، فبيروح لتنة علشان يقول لها لكنها ما بتديلهوش اي اهتمام، فبيشدها وبيوريها المنطاد اللي طار، فبتزعقله تنة وبتقوله انها قالت له يحافظ عليه وان حاجتها كلها موجودة فيه، وبتروح هي وبريق يدوروا على المنطاد، بس للأسف بتخبط تنة في ورق شجر وبتقع على الأرض، ولما بتفوق بتلاقي تميم قدامها فبتفرح جدا، بس للأسف بتطلع تخيلات، ووقتها بتفتكر لما زعقت لتميم وطردته من البيت، وبعدها بتعتذر لبريق وبتقوله ان هي اللي ضيعت المنطاد، وبتقول لبريق انها جعانة جدا، فبيسيبها بريق وبيروح ينادي على كل الحشرات اللي في الغابة، فبيروحوا لتنة وبيجيبوا لها أكل ومية، فبتشكرهم تنة وبتسألهم إذا كانوا يعرفوا مكان جبل على شكل قوس، فبياخدوها وبتمشي معاهم لحد ما بتلاقي البوصلة اللي جابها لها تميم قبل كده، وكانت جايباها في المنطاد علشان تعرف الطريق، ولما بتفتحها بتلاقي جواها آلة حادة، فبتاخدها وبتكمل طريقها لحد ما بتوصل للقوس الحجري، فبتشكر كل الحشرات وبتودعهم. وفي الوقت ده تميم بيكون بيفكر في تنة وبيقول انهم اصحاب ولازم يروح يصالحها، بس لما بيروح لها البيت ما بيلاقيهاش، وبينصدم لما بيلاقي شوية من حجر القمر على الارض، فبيفضل يدور لحد ما بيلاقي مخطط تنة علشان توصل للمراية السحرية. اما تنة فبتعدي القوس الحجري وبتوصل لجسر الاقزام، وبتحاول تعدي من الجسر، بس الاقزام بيمنعوها وبيتخانقوا مع بعض على مين فيهم اللي هيتكلم معاها، فبتزعق لهم تنة وبتقول لهم انها مرت بحاجات كتير جدا علشان توصل لهنا، وان كل ده ما كانش هيحصل لو تميم اتأخر شوية وهو بيجيب الآلة الحادة. فبيسألوها مين تميم ده، فبتقول لهم ان اعز اصدقائها، فبيتكلموا معاها وبيقولوا لها انها مش لطيفة، فبتتضايق منهم تنة وبتزعق لهم، فبيرجعوا الاقزام تاني يتخانقوا مع بعض، فبتستغل تنة وبتدخل الجسر من غير ما حد ياخد باله، وبتفضل تمشي لحد ما بتوصل لسفينة القراصنة، فبتدخل جواها وبتستخدم بريق على انه كشاف، وبتفضل تكمل طريقها لحد ما بتلاقي كيس كبير متعلق، فبتستخدم الآلة الحادة اللي خدتها من البوصلة وبترميها على الكيس، فبيتفتح وبينزل منه دهب كتير ومجوهرات، فبتفضل تنة تدور فيها لحد ما بتلاقي مراية الأمنيات، فبتمسك المراية وبتحاول تتمنى، لكن بريق بيكون عامل صوت جنبها، فبتزعق وبتقول لبريق أتمنى انك تسكت لو دقيقة واحدة، وللأسف بتتحقق أمنيتها الوحيدة، وللأسف بيسكت بريق، فبتنصدم تنة وبتزعق لبريق وبتقوله ان دي غلطته هو، وبتفتكر انها قالت نفس الكلام ده لتميم، فبتعيط وبتقول لبريق حقك عليا، وبتقول يا ريت تميم كان هنا معايا دلوقتي ونفضل اصدقاء، وبتتخيل تميم في المراية وهو بيقول لها انهم لسه اصدقاء، فبتعتذر له تنة، فبيقول لها ان هو مسامحها، وبيسألها ليه ما قالتلهوش عن حجر القمر، فبتقول له انها ما كانتش عايزة حد يعرف، وانها كانت فاكرة انها مش محتاجة مساعدة، لكن دلوقتي بتمنى انك تكون معايا، فبيقول لها ان هو فعلا هنا، وبتتفاجئ تنة لما بتلاقيه فعلا وراها وبتعتذر له، فبيقبل اعتذارها وبتعرفه على بريق، وبتقول له ان هو اللي ساعدها علشان توصل لهنا، وبتسأل تميم ازاي قدرت توصل لهنا، فبيقول لها ان هو فضل يطير طول النهار فوق البحر، ولما تراب الاساطير قرب يخلص لقى المنطاد بتاعها، وفي الوقت ده بيهجم عليهم فيران عملاقة، فبيجروا منهم بسرعة، وبتطلب تنة من تميم يعطلهم لحد ما تلاقي مخرج، وبتروح تنة تلم شبكة العنكبوت وبتعمل خيال على الحيطة وبتطلع صوت مخيف، فبتخاف الفيران وبتجري، وبيروح تميم لتنة وبيقدروا يخرجوا من المكان، وبيركبوا المنطاد، وبيستخدم تميم تراب الاساطير بتاع تنة اللي كان في المنطاد، وبيقدر المنطاد يطير بيهم، ووقتها بيلاحظ تميم ان تنة حزينة، ولما بيسألها عن السبب بتقوله انها مش عارفة هتعمل ايه لما ترجع، فبيقول لها انه جاب الصولجان بتاعها معاه، وفي الوقت ده بتيجي لتنة فكرة وبتطلب من تميم انه يساعدها، وبيفضلوا هما الاتنين يشتغلوا مع بعض، وبنرجع لأرض الجنيات وبنلاقي ان الكل بيستعد للاحتفال، وبيجهزوا الطبق اللي هيحطوا فيه تراب الاساطير الازرق. اما مشيرة بتكون متوترة جدا لان تنة لسه ما جتش لحد دلوقتي، وبيروح لها المستشار اللي بيسألها عن تنة، فبتقول له انها مش عارفة مكانها، ووقتها تنة بتوصل بالمنطاد والكل بيحييها، وبتقدم تنة الصولجان للملكة، فبتطلب منها الملكة تحطه مكانه، ولما تنة بتحطه مكانه بتكشف من عليه الغطا، والكل بيتصدم من شكل الحجر المكسور، فبتحاول تنة تهديهم وبتقول لهم انه كده هيجيلهم تراب اساطير اكتر علشان شعاع القمر هينعكس على مساحة اكبر، وفعلا لما بيظهر شعاع القمر بيتوزع على كل حتة من الحجر، وبتنزل كمية كبيرة جدا من تراب الاساطير الازرق، والكل بينصدم من الكمية، وبتقول الملكة لكل الجنيات ان الاحتفال السنة دي مختلف، وده بفضل جنية مميزة وهي تنة ورنة، وبفضل صديقها تميم وصديقها الجديد بريق، وبتاخد تنة الصولجان وبتروح لشجرة تراب الاساطير اللي بتبقى اقوى، وبيبدأوا الجنيات الاحتفال بالخريف، وبنسمع في الاخر صوت بيقول لنا ان اعظم كنز في العالم مش ذهب ولا ياقوت، وان اعظم كنز هو الصداقة لانها ما بتنتهيش زي فصول السنة. وبكده يكون انتهى فيلم
فيلمنا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. بيبدأ الفيلم بصوت بيقول لنا ان في ناس بتقول ان الجنيات مجرد اساطير ملهاش وجود، وناس تانية شايفة انها موجودة فعلا، لكن بالرغم من كده الناس والجنيات عمرهم ما اتقابلوا لحد ما جه سيف حصل فيه حاجة مهمة جدا عمرها ما هتحصل تاني. وفي الوقت ده بنروح لأرض الجنيات وبنشوف جنيات اللي بيستعدوا علشان ينقلوا السيف لأرض الناس. وهنا بنشوف تميم اللي بيسأل تنة إذا كانت جاهزة علشان تشوف أول سيف ليها في أرض الناس، فبتقوله تنة وهي فرحانة إنها مستعدة وإن أرض الناس جميلة جدا. وبعدها بياخدها تميم وبيوريها الشجرة اللي هتكون معسكر الجنيات في أرض الناس، وتنة بتروح تتفرج وبتفرح جدا وبتنبهر بالمكان وبتكمل طريقها. وبنشوف الجنيات دي وهي بتلون الفراشات وبتفضل تتفرج على كل الجنيات وهم بيعملوا شغلهم، وبتسألهم لو محتاجين مساعدة وبتفضل تدور على أي حاجة تصلحها. فبيقول لها تميم ما تخافيش أكيد هتلاقي حاجة تصلحيها، وبيعرفها إنه لازم يمشي دلوقتي علشان يوصل تراب الأساطير للمعسكرات التانية. وبتقرر تنة تروح تدور على حاجة تايهة، وفي الوقت ده بتيجي نسمة وبتحذرها إنها تقرب من بيوت الناس. فبتستغرب تنة وبتقول لها هو في بيوت ناس هنا؟ فبتيجي منيرة في الوقت ده وبتقول لها لا مفيش، حتى لو في لازم نبعد عنهم خالص. وبيفضلوا كل الجنيات يحذروا تنة إنها تقرب من بيت الناس، فبتطمنهم تنة إنها أكيد مش هتقرب منهم أبدا. وفي الوقت ده فوز بتكون بتلون فراشة، بس فجأة بيسمعوا صوت فرقعة فبتوقع فوز الألوان على الفراشة. واحد من الجنيات بيحذرهم إن في حد جاي، وطبعا الكل بيستخبى إلا تنة ورنة. وبتشوف تنة العربية دي وهي ماشية وبتكون مستغربة من شكلها جدا، فبتمشي وراها فبتشوفها نسمة اللي بتقول إنها كانت عارفة إن تنة هتعمل كده. أما العربية فبتوصل لبيت صغير وسط الغابة وبينزل منها أب وبنته وبيدخلوا جوه البيت، فبتجري تنة بسرعة ناحية العربية وبتبدأ تستكشف فيها. وهنا نسمة بتروح لها وبتقول لها بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لها تنة وهي منبهرة جدا ان العربية دي بتتحرك لوحدها من غير فار ولا حتى حصان، وبتفضل تستكشف في العربية. فبتقول لها نسمة انهم المفروض ما يكونوش هنا اصلا، وبتعرفها ان علشان كده الجنيات التنات ما بيروحوش لأرض الناس. بس تنة ما بتهتمش بكلامها وبتفضل تستكشف في العربية، وبتلاقي الحنفية دي فبتفضل تفتح وتقفل فيها، بس للأسف بتغرق نسمة بالمية اللي بتنزل منها. وفجأة بيسمعوا صوت فبيستخبوا بسرعة، وبنشوف البنت الصغيرة دي هي وباباها اللي بيروحوا يجيبوا حاجات من العربية. وبنعرف ان البنت دي اسمها زيزي، وبتطلب من باباها يعملوا حفلة شاي في الجنينة لكنه بيرفض لانه مشغول. وفجأة بتيجي فراشة من اللي فوز كانت بتلونها بتقف على ايد زيزي اللي بتكون مبهورة بيها جدا، وبتوريها لباباها اللي بيقول لها انها جميلة بس اجنحتها مش زي بعض. فبتقوله زيزي اكيد الجنيات اللي غيرت الوانها، بس باباها بيقول لها ان مفيش حاجة اسمها جنيات. فبتسمعه تنة وبتتضايق جدا، وزيزي بتقوله لا طبعا في جنيات والفراشة دي الدليل، وبتطلب منه تاني يروح معاها الجنينة لكنه بيرفض، وبيقول لها انه لازم يرسم الفراشة دي في سجل الاستكشافات لانه عنده مؤتمر بكرة، وبيسيبها وبيمشي. اما عند تنة ورنة فبنشوف نسمة اللي بتبقى متضايقة جدا لان اجنحتها مبلولة، فبتعتذر لها تنة بس نسمة ما بتهتمش وبتسيبها وبتمشي. وبنروح لزيزي اللي بتجهز البيت اللي صنعته للجنيات علشان الجنيات يعيشوا جواه، وبتكتشف وقتها ان في حاجة ناقصة في البيت فبترجع لبيتها بسرعة. وهنا تنة بتكون ماشية مع نسمة وبتفضل تحكي لها عن العربية وازاي بتشتغل، فبتتضايق نسمة من كتر كلامها وبتزعق لها فبتنصدم منها تنة، لكن نسمة بتكتشف انها مش مصدومة منها ولا حاجة وانها مبهورة بالحاجات اللي لقيتها في الطريق. وبتقول لنسمة انها هتاخد الحاجات دي للمعسكر وتعمل عربية جديدة، وبتفضل تجمع الحاجات دي وبتديها لنسمة اللي بترميهم. وفجأة بيشوفوا البيت اللي زيزي عاملاه فبيقولوا يلا علشان نرجع، بس تنة بتجري ناحية البيت ونسمة بتجري للغابة، بس بترجع تاني لتنة علشان تاخدها ويمشوا قبل ما حد يشوفهم. بس تنة ما بتهتمش وبتقرر تستكشف البيت اللي بيعجبها جدا. اما نسمة بتحاول توقفها وبتقول لها ان ده اكيد فخ من الناس، بس تنة بتقول لها انه امان وبتفضل تستكشف في البيت اكتر. فنسمة بتقفل الباب عليها علشان تخوفها. وفي الوقت ده زيزي بترجع فبتحاول نسمة تفتح البيت وتخرج تنة، لكن الباب بيعلق. وفجأة تنة ما بتسمعش صوت نسمة فبتقلق وبتحاول تفتح الباب لكنه ما بيتفتحش للأسف. وللأسف زيزي بتكون وصلت وبتشوف الباب وهو بيتحرك، ولما بتبص جوه البيت بتشوف تنة فبتنبهر بيها جدا وبتاخد البيت وبتجري على باباها، فبتروح وراها نسمة من غير ما تاخد بالها. اما زيزي بتوصل لباباها وبتكون عايزة توريله تنة ورنة لكنه ما بيهتمش بكلامها، وبيقول لها انه حبس الفراشة اللي هم لقوها وهياخدها معاه لندن علشان يوريها للمجلس، وده لانها اكتشاف نادر جدا. فبتخاف زيزي على تنة ورنة وبتقرر ما تعرفش
باباها حاجة عنها. وبتطلع زيزي اوضتها هي والقطة بتاعتها وبتبص على تنة ورنة وبتفتح البيت، فبتجري تنة بسرعة علشان تهرب لكنها ما بتعرفش، وبتهجم عليها القطة علشان تاكلها، لكن زيزي بتنقذها على اخر لحظة. اما نسمة فبترجع بسرعة لمعسكر الجنيات، بس للأسف الدنيا بتمطر وما بتقدرش تطير، فبتقرر تمشي لحد ما بتوصل وبتروح للجنيات وبتقول لهم ان في حد اصطاد تنة، وبتحكي لها عن كل اللي حصل، فبيقرروا يروحوا ينقذوها. بس للأسف الدنيا بتكون لسه بتمطر، فبيفضلوا يفكروا ازاي هيروحوا لها. وفي الوقت ده أصيل بيقترح عليهم يجمعوا شوية حاجات ويعملوا مركب، وفعلا بيعملوا كده وبينطلقوا. وبنرجع لزيزي اللي بتطمن تنة وبتقول لها انها مش هتأذيها، وبتقول لها ان فستانها جميل جدا، وبتفتح لها باب القفص. فبتحاول تنة تهرب تاني لكنها ما بتعرفش، فبتحاول زيزي تطمنها وبتقول لها انها عايزة يكونوا اصحاب بس، لكن تنة بتكون خايفة. فزيزي بتقول لها انها بتحب الجنيات وبترسمهم من زمان، وبتسألها اذا كان الجنيات فعلا هم اللي بيلونوا اجنحة الفراشات، فبتقول لها تنة ايوه. وبتفضل زيزي تكلمها عن الجنيات اللي هي رسمتهم، وبتقول لها ان دي جنية المية وبشرتها زرقاء، ودي جنية الحلويات وساكنة في شجرة الحلويات. لكن تنة بتقول لها ان الكلام ده غلط، بس للأسف زيزي ما بتكونش فاهمة منها اي حاجة، وبتسمع منها صوت زي صوت الجرس، فبتقول لها ان اكيد دي طريقة كلام الجنيات. وتنة بتسأل زيزي اذا كانت هي اللي صنعت بيت الجنيات ده، بس زيزي برضو ما بتكونش فاهماها، فبتحاول تشرح لها بايديها، فبتقول لها زيزي ايوه هي اللي صنعته. وبتحاول تنة تصلح باب البيت، فبتقول لها زيزي انها تنة شاطرة جدا، فبتقول لها تنة ايوه هو ده. وبتحاول تفهم زيزي ان اسمها تنة ورنة. وفي الوقت ده بيجي ابو زيزي وبيسمعها وهي بتتكلم، فبيدخل يشوفها، فبتستخبى تنة بسرعة. ولما بيسأل زيزي بتتكلمي مع مين، زيزي بتقوله انها بتكلم رسمتها. بعد كده بيديها باباها سجل استكشافاته القديمة، فبتسأله عن سجل الجنيات، فبيقول لها انه ما عندهوش لان الجنيات مجرد اساطير. فبيديها باباها سجل استكشافات فاضي وبيقول لها تمليه بحاجات مفيدة، وبيسيبها وبيمشي. وبتروح زيزي لتنة اللي بتطلب منها انها ترجع لاصحابها، فبتروح زيزي تفتح لها الشباك علشان تمشي، بس للأسف العاصفة بتكون لسه شغالة، فبتقول لها تنة انها مش هتقدر تطير من المطر وانها هتقعد هنا شوية. وفي الوقت ده بنشوف باقي الجنيات في المركب وبيلاحظوا عربية في الطريق، فبتقول لهم نسمة انها عارفة العربية دي وبتطلب منهم يكملوا زي ما هما ماشيين. وبيكونوا كلهم قلقانين على تنة وفاكرين انها بتتعذب. وبنرجع لتنة اللي بتكون مستمتعة جدا بالحاجات اللي بتوريها لها زيزي، وبتستكشف كل حاجة، وبتسألها زيزي عن الجنيات بياكلوا ايه وبيعيشوا فين. فبتيجي لتنة فكرة وبتفتح سجل الاستكشافات علشان تعرف زيزي كل حاجة عن الجنيات، وبتسألها زيزي ازاي الجنيات بتتولد. فبتقول لها تنة ان مع كل اول ضحكة لطفل بتتولد جنية جديدة. وبتنبهر زيزي جدا، وبتبدأ تنة تعرفها كل حاجة عن الجنيات، وبتعرفها وظيفة كل جنية، وبتفضل زيزي تسجل كل حاجة تنة بتقولها. وهنا الجنيات بيكونوا قربوا يوصلوا، بس بيكتشفوا ان في شلال في طريقهم وبيحاولوا يبعدوا عنه، بس للأسف ما بيقدروش وبيقعوا على الأرض والمركب بيتكسر. ولحسن حظهم كلهم بيكونوا كويسين. وبتلاحظ نسمة في الوقت ده زرار مع أصيل، فبتسأله لقاه فين، فبيقول لها انه لقاه على الأرض هنا. فبتقول للجنيات انها كده عرفت هما فين. وبنرجع لتنة اللي بتساعد زيزي في سجل الاستكشافات، وبنشوف انهم رسموا مملكة الجنيات. وبنشوف تنة اللي بتبص على صور أصحابها، وبنلاحظ ان هما وحشوها. فبتروح زيزي تفتح لها الشباك وبتقول لها ان العاصفة هديت شوية وتقدر ترجع لأصحابها تاني. فبتحضنها تنة وبتسيبها وبتمشي، بس بترجع تراقبها من الشباك علشان تشوف رأي باباها في سجل الاستكشافات اللي هم عملوه. وبتروح زيزي لباباها علشان توريله السجل، لكنه ما بيهتمش بكلامها. فبتحزن زيزي وبتسيبه وبتمشي، وبترجع اوضتها وبتتفرج على رسمة تنة. وفي الوقت ده بتروح لها تنة، فبتفرح جدا وبتقول لها ان باباها ما عندهوش وقت علشان يشوف اللي هي عملته. فبتقرر تنة انها تساعدها. وهنا بنشوف الجنيات وهم في طريقهم لتنة، بس للأسف نسمة بتلزق في الطين فبيحاولوا يشدوها. ولسوء حظها بتيجي عربية ناحيتهم بسرعة، لكن منيرة بترمي نور في وش السواق اللي بيوقف العربية وبينزل يشوف ايه اللي حصل. فالجنيات بيمسكوا في الرباط بتاعه وبيخرجوا من الطين من غير ما يلاحظهم. وهنا بنشوف زيزي اللي بتكون نامت، وتنة بتلاحظ ان السقف بينزل مية، فبتروح تشوف بينزل منين وبتسد الفتحة بجزمة، لكن للأسف الجزمة بتكون مخرومة. فبتفضل توصل كل الفتحات اللي في السقف ببعض، وبتوصلهم بخرطوم وبتخرجهم من الشباك. وفي الوقت ده بتشوف الفراشة اللي حابسها والد زيزي، فبتقرر تخرجها. وبتروح تنة تصحي زيزي علشان توري لباباها سجل الاستكشافات بتاعها. وفي الوقت ده بيدخل عليها باباها وهو مستغرب لان
لان المية بطلت تدخل للبيت. وبيقول لزيزي اذا كان في حد سد الفتحات اللي كانت موجودة، فبتفهمه زيزي ان تنة هي اللي عملت كل ده، وبتطلب من باباها يروح مكتبه. فبتستغرب تنة وبتقول لزيزي ليه ما وريتيش باباكي الكتاب، وبتاخدها وبتروح المكتب. لكن بتتفاجئ زيزي ان باباها بيسألها عن الفراشة، وبيقول لها انه كان هيوريها للمجلس النهاردة، وبيزعق لزيزي لانه فاكر ان هي اللي خرجتها. فتنة بتقول لزيزي ان هي اللي عملت كده، وبيفضل والد زيزي يزعق معاها وبيقول لها تروح لأوضتها فورا. وبنرجع تاني للجنيات اللي بيكونوا مفتقدين تنة جدا، ونسمة بتقول لهم ان الناس اصطادوا تنة بسببها لانها قفلت الباب علشان تخوفها، بس الباب علق وما قدرتش تفتحه تاني. فبيواسيها باقي الجنيات وبيقول لها ان المهم يقدروا ينقذوا تنة. وبنرجع تاني لزيزي اللي بتكون حزينة لان باباها مش مصدقها، وبتقول لتنة انها كانت بتتمنى تكون جنية زيها علشان يكون عندها اصحاب. فبتيجي فكرة لتنة وبتاخد زيزي وبتخليها ترفع ايديها وبتغرقها تراب اساطير، وبتبدأ زيزي تطير وتنة ورنة بتعلمها الطيران. فبيسمع باباها صوت خبطهم وزيزي بتكون سعيدة جدا. اما الجنيات فبيقدروا يوصلوا للبيت وبيفتحوا الباب وبيدخلوا للبيت، لكن للأسف في الوقت ده بيتفاجئوا بالقط اللي بيهجم عليهم، فبيهربوا منه بسرعة وبيرشوا تراب اساطير على الاطباق والكوبايات وبيفضلوا يجروا عليهم. وفوز بتلاقي نبات معين وبتطلب من نسمة تروح تنقذ تنة وهم هيتصرفوا مع القطة. وفي الوقت ده والد زيزي بيطلع لها الأوضة وبيسألها عن صوت الخبط ده، وبيتفاجئ ان كل حاجة بايظة. اما تنة فبتروح تستخبى في بيت الجنيات، وبيلاحظ والد زيزي اثار جزمة على السقف، فبيسألها على اللي بيحصل. لكن زيزي بتقوله ان هو مش هيصدقها، لكنه بيقول لها انه هيحاول. فبتقوله زيزي انها كانت طايرة، لكنه طبعا ما بيصدقش. فبتديله سجل الاستكشافات اللي هي عملته عن الجنيات، لكنه برضه ما بيصدقهاش وبيقول لها ان دي خرافات. وبيروح يلم كل رسوماتها وكل حاجة تخص الجنيات. فبتتضايق منه تنة وبتطلع تزعق معاه، وهو بيكون خايف من اللي بيحصل. فبتهديه زيزي وبتقوله ان دي جنية حقيقية. وفي الوقت ده نسمة بتوصل وبتلاحظ ان والد زيزي بيفضي برطمان علشان يحبس تنة فيه. فبتزق تنة بسرعة وبتتحبس هي مكانها، وبياخدها والد زيزي علشان يوديها للمتحف بسرعة. فبتحاول زيزي توقفه لكنه بيسيبها وبيمشي. وهنا بنرجع لتنة اللي بتشوف باقي الجنيات اللي بيلعبوا مع القطة، فبتحكي لهم عن اللي حصل للنسمة، لكنهم ما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه لانهم مش هيقدروا يطيروا وراها بسبب المطر. فبتيجي لتنة فكرة، فبتاخد زيزي وبتلبسها جاكيت وبيرشوا عليها تراب الاساطير، فبتطير وبيستخبوا في جيبها وبتفضل تطير فوق السحاب وهي سعيدة. وباباها بيكون قرب يوصل للمتحف، فتنة بتسيب زيزي وبتروح للعربية وبتحاول تعطلها، وفعلا بتنجح في كده. لكن والد زيزي بياخد نسمة وبيجري لحد المجلس، وبيتفاجئ ببنته اللي بتكون طايرة، وبيخرجوا كل الجنيات من جيبها وبيطيروا حواليها. وفي الوقت ده زيزي بتطلب من باباها ان هو يرجع نسمة لاصحابها، وفعلا بيخرج نسمة من البرطمان وبترجع لاصحابها، وبيكونوا كلهم فرحانين جدا. وبتطلب زيزي من باباها يرجعوا البيت، لكنه بيقول لها ان العربية عطلت منه. فبيغرقوهم الجنيات بتراب الاساطير وبيطيروا كلهم. وتاني يوم بنشوفهم وهم عاملين حفلة شاي في الجنينة وبيكونوا مبسوطين. وبنشوف والد زيزي اللي بيقرأ سجل الاستكشافات بتاعها واللي بيكون فيه كل حاجة عن الجنيات. وفي الوقت ده بيجي تميم اللي بيسأل تنة اذا كانت لقت حاجة تصلحها، فبتبص تنة لزيزي وباباها وبتقوله تقريبا كده. وبيوصل والد زيزي لاخر صفحة في السجل واللي بيكون مكتوب فيها ان اهم موهبة لاي جنية انها تكون صديقة مخلصة. وبكده يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم منا كل جديد. بيبدأ الفيلم بصوت بيقول لنا ان فصل الشتاء مليان حاجات سحرية كتير، ولو في جنية عندها فضول تعرف كل حاجة فالأجنحة بتاعتها هتوصلها لحد هناك. ووقتها بنشوف الجنيات كلها مع بعض، وكل واحدة فيهم بتعمل حاجة، زي وردة اللي بتساعد النباتات، وندى اللي بتلعب في المية، ونسمة اللي بتشيل ورق الشجر، والكل بيكون بيستعد لحاجة معينة. وبيروح تميم وبيدي لتنة تراب أساطير. وبنشوف مشيرة وهي بتنبه على الكل ان البوم الأبيض اللي جاي من أرض الشتاء قرب يوصل، وبتقول لهم انا مش عاوزة اي غلطة. فأصيل بيقول لبلبل انا بحب جدا اعمل السلة، فبلبل بيقول له انا خلاص اتعلمت التريكو. وتنة بتروح لهم وبتبص عليهم وبتقول لهم انا مش مصدقة ان احنا بنعمل السلة وكل الادوات اللي هنروح بيها لأرض الشتاء. فأصيل بيسرح بالخيط وبيخيط ايد بلبل معاه. فتنة بتقول لهم يعني انتوا مش نفسكم تروحوا لهناك؟ فالاتنين بيبصوا لها وبيتصدموا وبيقولوا لها احنا مش هنستحمل ساعة واحدة بس في التلج. وأصيل بيقول لها اقولك على سر ما بيني وما بينك، انا بخاف جدا من الانهار التلجية اللي موجودة هناك. فبيسمعوا الاشارة لان البوم الابيض وصل. ومشيرة بتقول لهم شغلوا البقرة، وبتبدأ كل سلة تتحرك، وبتبدأ كل بومة تاخد السلة بتاعتها لحد ما بيجي
وبيجي دور البوم الجديدة اللي بتفضل تخبط شوية ولكن بتقدر تاخد السلة. ومملكة الشتاء بتبعت لمشيرة انهم محتاجين سلة كمان بس لازم يخلصوا بكرة 20. فمشيرة بتقول للجنيات يلا بسرعة نرجع للشغل، عندنا طلبية لازم نسلمها بكرة. وهنا تنة ما بتكونش مركزة معاهم وكل تركيزها في العالم السحري اللي نفسها تروحه. ووقتها فوز بتجري ورا الأرنب ده علشان تمسكه، فبتروح تنة وبتمسكه بالصنار. وفوز بتشكرها وبتقول للأرنب اجهز علشان انت قدامك طريق طويل لغاية الشتاء. فتنة بتقول لها هو انت هتاخدي الحيوانات لأرض الشتاء؟ فبتقول لها اكيد بس الأرنب ده عنيد شوية. فبتقول لها خلاص يبقى هساعدك. وفعلا تنة بتروح معاها ولكن ما بتعرفش تسيطر على الأرنب وبيفضل يجري في كل مكان. ومرة واحدة بيقف، فتنة بتقول له انت وقفت ليه؟ فبتبص وبتشوف الناحية التانية للغابة اللي بيكون فيها الطريق لأرض الشتاء وبيعجبها المنظر جدا. وبتقول لفوز احنا هنوصل الحيوانات دي في انهي مكان؟ وبتكون منبهرة جدا بجمال الطبيعة. فبتقول لها احنا ما بنعديش الحدود يا تنة، احنا اخرنا هنا. فتنة بتقول لها ليه؟ فبتقول لها ان الجو هناك تلج جدا وان من زمان ممنوع اي حد يروح هناك او حد منهم يجي لهنا، ولغاية دلوقتي محدش يعرف ليه. وبتبدأ الحيوانات تعدي الجسر واول ما بتروح لأرض الشتاء بيتغير لونهم للأبيض. فتنة بتقول لفوز انا مش مصدقة اللي انا شايفاه. وبيجي دور الارانب وبيحصل معاهم نفس المنظر، والارنب اللي كان خايف بيعجبه الموضوع وبيفضل يلعب شوية وبعد كده بيعدي. وبيجي دور الحيوان الكبير ولكن بيلاقوه نايم. ففوز بتروح له وبتقول له انت فهمت غلط، البيات الشتوي الناحية التانية وهو ولا سمعها. فتنة بتستغل ان فوز مشغولة وبتعدي الجسر وبتكون سقعانة جدا لكن الحاجات اللي بتشوفها بتخليها تنسى كل حاجة. وبتفضل تمشي في الغابة ولكن مرة واحدة الأجنحة بتاعتها بتنور وبتفضل سرحانة فيها لحد لما فوز بتشدها بالحبل وبترجعها تاني لأرض الجنيات وأجنحتها هي كمان بترجع زي الأول. وهنا فوز بتفوقها بس بتنصدم لما بتلاقي جناح من أجنحة تنة متجمد. فبتاخدها بسرعة على الدكتورة وبتقول لها ان تنة عبرت الحدود. فالدكتورة بتقول لها حالتك مش خطيرة استني شوية. وهنا أصيل بيروح وبيقول لها انا حالتي خطيرة يا دكتورة. فبتقول له لا انت حالتك مش خطيرة، انت اتصدمت في قوس قزح، استنى شوية وحالتك هتتحسن. وهنا اصحاب تنة بيوصلوا وبيسألوا عليها. فبتقول لهم تقصدوا الجنية اللي عدت الحدود؟ هتلاقوها تاني أوضة على اليمين. فبيروحوا بيقولوا لها انت كويسة؟ فالدكتورة بتسكتهم وبتقول لتنة أجنحتك دلوقتي دافية تقدري تطيري. وفعلا تنة بتقدر تطير وأجنحتها بتخف. فاصحابها بيطمنوا لكن تنة بتقول للدكتورة طب واللمعان اللي انا شفته في جناحي؟ فبتقول لها ده بسبب النور اللي اتعكس على الجليد. فالدكتورة بتقول لها خدي الحبايتين دول ولو تعبتي في اي وقت ارجعيلي. وبتمشي تنة وباقي الجنيات وبيقولوا لها انتي محظوظة انك ما حصلكيش حاجة. فبتقول لهم كل ده كويس بس انا بجد جناحاتي نورت. فبيقولوا لها طب ما انتي سمعتي الدكتورة، ده مجرد التلج عكس النور على جناحاتك. فبتقول لهم مفيش الكلام ده، انا متأكدة انه كان بينور، حتى اسألوا فوز هي كانت معايا. بس فوز بتقول لهم انا ما شفتش حاجة. وبتحس ان اصحابها مش مصدقينها. فبتقول لهم انا حسيت ان في حاجة في ارض الشتاء بتناديني. بيفتكروها اتجننت وبيروحوا ينادوا الدكتورة. فتنة بتروح للمكتبة يمكن تلاقي اي معلومة عن الجناحات اللي بتلمع. بتمسك الكتاب ده وبتقول في حد بياكل الورق. فالكائن ده بيبصلها وبيكمل اكل في الورق. وبتفضل تدور كتير على اي حاجة تساعدها وبتلاقي كتاب علم الرياح وعلم الضوء لحد ما بتلاقي كتاب علم الأجنحة. وأول ما بتفتحه بيطير منها وبتفضل وراه لحد ما بتمسكه وبتبدأ تدور فيه لحد ما بتلاقي صفحة بتتكلم عن لمعان الأجنحة. بتفرح جدا وبتقول أنا كنت عارفة. فبتقلب شوية فبتلاقي الصفحة اللي هي عاوزاها في حد واكلها. وبتبص للدودة فبتبصلها وبتكمل أكل وبتمشي. فبتحاول تنة تقرأ أي حاجة وبيبقى مكتوب فيه إن الجناحات بتلمع لما بيبقى فيه 2 وباقي الكلام بيبقى متاكل. فبتاخد تنة الكتاب وبتروح لصاحب المكتبة وبتقول له تعرف اي حاجة على لمعان الأجنحة؟ فبيقول لها ما لحقتش اعرف لان الدودة كانت واكلة الصفحة دي. بيقول لها بس الامين يعرف. فبتقول له مين الامين ده؟ فبيقول لها هو اللي كتب الكتب دي. فبتقول له هو فين دلوقتي؟ انا عاوزة اقابله ضروري. فبيقول لها ده مستحيل لانه من جنيات الشتاء، فلو عاوزة تقابليه لازم تروحي الارض الشتاء وده مستحيل لان اجنحتك هتتجمد وهتتكسر. فتنة بتجيلها فكرة وبترجع للبيت وبتفضل تقص وتخيط علشان تعمل لبس شتوي. وبتدخل أجنحتها جوه اللبس وبتاخد الكتاب معاها وبتفضل تتسحب لحد ما بتوصل للمخزن. وبتحاول توصل لواحدة من السلات ولكن أصيل بيروح لها وبيقول لها انتي رايحة فين؟ وكمان ايه اللبس التقيل اللي انتي لابساه ده؟ فبتقول لهم انا رايحة الأرض الشتاء. فبيتصدموا والبوم الأبيض بيوصل. فبتقول لهم انا لازم امشي دلوقتي مفيش وقت. وبتطلع السلة دي وبيروحوا وراها وبيقولوا لها هو الموضوع ليه علاقة باللمعان اللي بيحصل لك؟ فبتقول
لهم ايوه في واحد هناك هيقدر يساعدني ويفهمني كل حاجة عن اللمعان اللي بيحصل. وهنا مشيرة بتنادي على بلبل واصيل وبتقول لهم هو في مشكلة في السلة دي، فبيترددوا لانهم بيكونوا خايفين على تنة جدا، فبيقولوا لمشيرة احنا بس بنودع السلة دي. وبيجي حظ تنة ان البومة اللي هتاخدها هي البومة المبتدئة، بتفضل تخبط في كل الجنيات ولكن في الاخر بتقدر ترجع لطريقها. ومشيرة بتروح للجنيات وبتقول لهم احنا كده شغلنا خلص والحاجة رايحة لأرض الشتاء. وتنة بتفضل مراقبة الطريق لحد ما بتعدي الجسر وبتروح لأرض الشتاء، وبيفضلوا ماشيين كتير لحد ما بيدخلوا جوا جبل وبيعدوا الناحية التانية اللي بيبقى موجود فيها مملكة الشتاء. وبيجي واحد من الجنيات وبيقول للبومة المبتدئة هتقدري تعمليها، لكن البومة بتخبط في الشجرة وبتوقع السلة اللي فيها تنة على باقي الجنيات. وتنة بتبص عليهم وهم بيعدلوا المكان، ولكن بتلاحظ ان كتاب الأجنحة مش معاها. بتبص على الأرض فبتلاقيه وبتحاول تتسحب علشان تاخده، ولكن وقتها بيجي الملك بتاع مملكة الشتاء، فبترجع تنة بسرعة لمكانها. والملك بيقول لهم هو ايه اللي حصل؟ فبيرد عليه واحد من الجنيات وبيقول له اصل البومة المبتدئة عملت هبوط عظيم. فالملك بيقول له طالما الحاجة وصلت بخير يبقى كده كله تمام. تنة بتشوفهم مشغولين فبتحاول تجيب الكتاب ولكن ما بتعرفش، فالكتاب بيتزحلق وبيروح تحت رجل الملك، فبيمسكه وبيقول اكيد في حد جابه هنا بالغلط، وبيديه للجنيات وبيقول لهم رجعوه للامين. وتنة بتسمع الاسم وبتعرف ان ده الشخص اللي هي بتدور عليه، فبتفضل ماشية ورا الجنيات لحد ما بتوصل لمكان الامين، وبتستنى لما بيمشوا وبتدخل المكتبة وبتستغرب جدا لما بتشوف كل الكتب عبارة عن تلج، لحد ما بتشوف الامين وجنبه الكتاب بتاعها. وبتدخل واحدة من الجنيات وبتنده على الامين، وبتسمعها تنة وهي بتقول ان في حاجة غريبة حصلت امبارح، كنت قريبة من الحدود ومرة واحدة جناحاتي نورت. وهي بتتكلم جناحات تنة بتنور، فتنة بتروح لهم وبتلاقي جناحات الجنية بتنور هي كمان، والاتنين بيقربوا من بعض وبيكونوا مستغربين جدا من اللي بيحصل. والامين بيستغرب وبيقول لهم انا عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده. اي نعم انا كتبت عن اللمعان بس انا عمري ما شفته، انتوا الاتنين تعالوا ورايا. وبيقول لهم حطوا رجليكم على قطعة التلج دي، واول ما بيلمسوها هما الاتنين بتبدأ تطير. والامين بيقول لهم حطوا جناحاتكم انتوا الاتنين في اتجاه الضوء، وبينفذوا كلامه. ومرة واحدة بتظهر الساعة اللي في ارض الناس، وبعد كده بنشوف الطفلة وهي بتضحك والضحكة بتاعتها بتنقسم لاتنين وبيتحولوا لزهور، وواحدة بتروح لشجرة تراب الاساطير والتانية الهوا بياخدها لارض الشتاء. والاتنين اول لما بيلمسوا تراب الاساطير بيتحولوا لجنيات. وتنة بتستغرب وبتقول جنيتين اتولدوا من ضحكة واحدة، فالجنية التانية بتقول لها ده معناه ان احنا اخوات. فالامين بيقول لهم ايوه انتوا اخوات وكمان توأم، علشان كده لما بتقربوا من بعض اجنحتكم بتلمع. فهما الاتنين بيحطوا اجنحتهم مع بعض فبيطلع نور شديد جدا وبيبعدوا بسرعة عن بعض. فالامين بيقول لهم اوعوا تعملوا كده تاني لان محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. وهنا بيبدأوا يتعرفوا على بعض، وتنة بتقول لها انا تنة ورنة، والجنية بتقول لها وانا اسمي فينكا. وبتبص على رجل تنة وبتشوف القطن اللي عليها، فبتقول لها انا كمان عندي زيه بس معمول من التلج. وهنا الملك بيروح للمكتبة وبيفضل ينادي على الامين، فتنة وفينكا بيخافوا جدا، ولكن الامين بيقول لهم خليكم مكانكم وانا هتصرف. فبينزل للملك والملك بيقول له انت استلمت كتاب الاجنحة؟ اصل في موضوع مهم جدا عاوز اقولك عليه. الكتاب اللي لقيته الصبح مخليني افكر في حاجات كتير، مثلا يعني لو في جنية دافية جت هنا هتستحمل التلج ده ازاي؟ فالامين بيقول له ممكن مثلا تلبس جاكيت وكمان تدفي جناحاتها. فالملك بيحذره وبيقول له دي القوانين اللي اتعملت علشان محدش يتأذى. الامين بيحاول يغير رأيه، ولكن الملك بيقول له لو في اي جنية غريبة جت لازم نرجعها في اقرب وقت. فالامين بيقول له اوامرك، والملك بيشكره وبيسيبه وبيمشي. وبيروح الامين لتنة وبيقول لها انت سمعتي الملك قال ايه، وانك لازم ترجعي قبل ما يحصل لك حاجة. فتنة بتزعل جدا هي واختها، بس الامين بيقول لها الملك قال انك لازم ترجعي بس ما قالش امتى. وبيفرحوا جدا، وفينكا بتجري تحضن الامين وبتقول له شكرا يا درويش. فتنة بتقول له درويش امال ايه بقى الامين؟ فبيقول لها اصحابي بس هم اللي بيقولوا لي يا درويش. وهنا تنة بتلبس اللبس الشتوي بتاعها وبتودع درويش وبتسيبه وبتمشي. وفينكا بتقول لتنة انا جنية تلج بغطي اي حاجة بالتلج. فتنة بتقول لها وانا كمان من الجنيات التنات وانا برضو اللي عاملة اللبس ده. وبيبدأوا هما الاتنين يتعرفوا على بعض، وتنة بتحكي لها عن رحلتها هي وتميم علشان يلاقوا مراية الامنيات، وكمان بتحكي لها عن زيزي وازاي قدرت تصلح علاقتها مع باباها. وبتسمع فينكا الكلام ده وبتفرح جدا بشجاعة تنة، فبتاخدها وبتوريها الحاجات اللي بتجمعها. فتنة بتقول لها ايه ده، هو انتي بتجمعي حاجات تايهة؟ فبتقول لها احنا هنا بنسميها حاجات ضايعة. وبتاخدها فينكا وبيفضلوا يلعبوا ويتزحلقوا على التلج
مع بعض وبيقضوا اليوم كله مع بعض. وفينكا بتاخد تنة وبتقولها دي غابة الشتاء وبتفضل تعرفها على اصحابها بس من بعيد. بس بتتزحلق تنة وبتنزل لتحت واصحاب فينكا بيروحوا لها وبيقولوا لهم انتوا اخوات وكمان شبه بعض في كل حاجة ما عدا اللبس والشعر. فالجنية دي بتقولها انت مش واخدة بالك من حاجة، ان دي جنية دافية وموجودة في ارض الشتاء. فبتقولها عندك حق، عارفة ده معناه ايه؟ فبتقولها لا. فبتقولها ده معناه ان احنا هنوريها مملكة الشتاء كلها. وبياخدوا تنة وبيفضلوا يلعبوا على التلج وبيعملوا العربيات دي وبيكملوا لعب بيها. بيجي الليل وبنشوفهم قاعدين في بيت فينكا وبيبدأوا يتعرفوا على بعض اكتر لحد ما تنة بتسألها ايه اكتر حشرة بتحبيها. فبتقولها هنا مفيش حشرات لان الجو ساقع عليهم جدا، بس انا قرأت شوية عن الفراشات وحبيتهم جدا. وبتقول لتنة وصفيلي مملكة الجنيات عاملة ازاي. فبتقولها المكان هناك دافي والالوان في كل مكان، ده غير ان هناك في انهار عكس هنا. فبتقولها انا نفسي اروح هناك جدا. فتنة بتبص على النار اللي مدفياها وبتقول لفينكا انا خليت المكان هنا دافي وممكن كمان اخلي ارض التنات متلجة شوية. فبتقولها انت فعلا تقدري تعملي كده؟ يعني يا تنة هتعرفيني على اصحابك وكمان هتخليني اشوف الفراشات؟ فبتقولها طبعا. ومرة واحدة النار اللي مولعاها بتسيح التلج والاتنين بيقعوا من فوق الجبل. وفجأة بيجي الامين بالقط بتاعه وبينقذهم على اخر لحظة وبيقول لتنة انت كويسة؟ فبتقول له اه انا كويسة. فبيقول لها الملك كان عنده حق، انت هنا مش في امان، علشان كده لازم نرجعك تاني. فالاتنين بيبصوا لبعض وبيكونوا في منتهى الحزن والامين بياخدهم وبيروحوا للحدود وبيقول لتنة جه الوقت انك ترجعي. فبتودع اختها لانهم مش هيتقابلوا تاني. فالامين بيعيط وبيقول لهم انا ما اقدرش اشوف الوداع ده وبيبص الناحية التانية. فتنة بتقول لفينكا هقابلك هنا بكرة. فبتقول لها انا كنت فاكرة اني مش هشوفك تاني. فبتقول لها يعني اليوم اللي اعرف ان ليا اخت فيه اودعها وما اشوفهاش تاني. وبتبدأ تعرفها الخطة هتمشي ازاي. وبتروح تنة لبيت اصيل وبلبل وبتخبط عليهم ولكن بيرموا عليها شبكة. واصيل بيروح لها وبيقول لها احنا كنا فاكرينك واحد من الاقزام. فتنة بتقول لهم انا محتاجاكوا تساعدوني بس محدش هيعرف حاجة. وبيروحوا للورشة وتنة وبلبل بيبدأوا يعملوا حاجات معينة. ومرة واحدة بيدخل عليهم اصيل ومعاه كل اصحاب تنة وبيقول لها انا ما قلتش لحد ما عدا ندى وفوز ووردة ومنيرة ونسمة. فبتقول له كتر خيرك يا اصيل. وبتقول للجنيات انا عندي اخت واتولدنا من نفس الضحكة. فاصيل بيقول لها عرفيهم السر اللي ما بيننا. فبتقول للجنيات اختي اسمها فينكا بس هي من جنية الشتاء، علشان كده بصنع الآلة دي علشان تقدر تيجي لهنا وبعدها هنروح للملكة. فالجنيات بتقول لها احنا هنساعدك في اي حاجة انت عايزاها. بس نسمة بتقول لها فكري في الموضوع شوية، يعني انت هتروحي للملكة وهتقولي لها دي اختي اللي انا هربتها من الحدود. فتنة بتقول لها لما الملكة تعرف ان دي اختي اكيد هتفهم الموضوع. فالجنيات بتقول لها طب يلا بينا نبدأ الشغل. وبتفضل الجنيات كلها تشتغل طول الليل. وتاني يوم تنة بتقابل اختها على الحدود وبتقول لها جبت اللي انا قلتلك عليه. فبتنادي فينكا اصحابها اللي بيجيبوا مكعب تلج كبير. وبتروح تنة تنادي اصحابها اللي بيجيبوا الآلة اللي اخترعوها. وبتقول واحدة من اصحاب فينكا احنا لسه مش متأكدين الآلة دي هتشتغل ولا لا. فبلبل واصيل بيقولوا لها ما تخافوش احنا اللي عاملينها. فبتقول لهم ما هو ده اللي مخوفنا. وبيبدأوا يشغلوا الآلة وبيسحبوا لوح التلج فالآلة بتطلع تلج صغير. وفينكا بتقول لهم انتوا فعلا نجحتوا. وبتروح تحت التلج اللي بينزل من الآلة وبتقول لهم مفيش فرق اكني في ارض الشتاء. واصيل بيقول لها احنا هنبدأ رحلتنا في ارض الخريف وبعدها هنعدي على ارض الربيع وفي الاخر هنروح لشجرة تراب الاساطير وهناك هتقابلي الملك. وتنة بتقول لها الملكة حكيمة جدا واول ما تعرف ان احنا اخوات هتغير القوانين اللي حطها ملك ارض الشتاء. وفينكا واصحابها بيفرحوا جدا وبيبدأوا يتحركوا. ووقتها بنشوف البومة بتاعة الملك وهي بتراقبهم من بعيد. وبنرجع لفينكا اللي بتكون مبسوطة جدا من الحاجات اللي بتشوفها وبالذات لما بتشوف النهر والضفادع اللي فيه. وهنا اصحاب تنة بيفضلوا واقفين من بعيد مستنيين الاشارة. وتنة بتديهم الاشارة فبتروح وردة تفتح النباتات. ومنيرة بتجري بترسم قوس قزح. وندى بتخلي المية تطير فوق فينكا. وفوز بتخلي الفراشات كلها تطير حواليها. وفينكا بتكون في منتهى السعادة بكل الحاجات الجميلة اللي بتشوفها وبتفرح جدا لما بتحقق حلمها وبتشوف الفراشات. واصحاب تنة بيروحوا لها وتنة بتقول لاختها اصحابي عملوا كل ده علشان يفاجئوكي. ووردة بتروح لها وبتقول لها اهلا بيكي على الارض انا اسمي وردة. فنسمة بتقول لها دي جنية تلج مش كائن فضائي. فبتقول لهم فينكا انا مبسوطة جدا اني قابلتكم. فالجنيات بتقول لها انت فعلا شبه تنة. وبتروح وردة وبتقول لها خدي الزهرة دي وكمان اسمها فينكا. فبتتأثر جدا وبتقول لها انا هحافظ عليها جدا. وبتحولها لكورة من التلج والجنيات كلها بيعجبها اللي عملته. وبنلاحظ ان فينكا بدأت تتعب ومرة واحدة بتقع في الارض. وبتقول لتنة انا ما بقتش حاسة بجناحاتي. واصيل
بيقول لهم التلج قرب يخلص، فتنة بتقول لها احنا لازم نرجعك تاني، وبيربطوا جناحاتها وبياخدوها جري علشان يوصلوا للحدود. والتلج بيكون خلاص قرب يخلص بس بيقدروا يوصلوا في اخر لحظة، والملك بيوصل هو والبومة بتاعته وبيشوف جناحات فينكا. فتنة بتقول له ارجوك ساعدها، فالملك بيقول لفينكا افردي جناحاتك وخلي التلج يلمسهم، وبتسمع كلامه وفعلا جناحاتها بيرجعوا زي الاول. وتنة بتفرح جدا، والملك بيقول لها علشان كده ما ينفعش حد يعدي الحدود. بس فينكا بتقول له احنا كنا هننجح بس كنا محتاجين مكعب اكبر. فبيقول لها وبعد ما يخلص هتعملي ايه؟ انت جناحك كان هيتكسر. فبتقول له بس ده ما حصلش لان كان معايا تنة واصحابها. فبيقول لهم القانون ده علشان يحميكم، ومن النهارده مش هتشوفوا بعض تاني، وبيسيبهم وبيمشي. بس تنة بتوقفه وبتقول له احنا اخوات. فبيلف وبيقول لها ده سبب اكبر علشان تحافظوا على بعض. وبتفضل فينكا تعيط، والجنيات بتقول لتنة يلا علشان نمشي. بس تنة بتقول لهم لا مش همشي، وبتقول انا محدش في الكون ده كله هيقدر يفرقني عن اختي. ووقتها الملكة بتوصل وبتقول لها مش هو اللي حط القانون ده، انا اللي عملت القانون ده علشان محدش يتأذى. فتنة بتزعل جدا لان الملكة كانت اخر امل علشان تغير القانون. وفينكا بتكون ماشية بس بتجري وبتحضن تنة، والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن لانهم مش هيشوفوا بعض تاني. والملكة بتبص للملك والملك بيبص لها، وفي حاجة كده احنا مش فاهمينها. وبيركب الملك على البومة بتاعته، وقبل ما بيمشي بيزق الآلة اللي تنة صنعتها في النار. بس الآلة بتتعلق في الشجرة دي، والتلج المتكسر بيجي عليها، والآلة بتبدأ تشتغل بطريقة رهيبة. وهنا بنشوف فينكا وهي قاعدة بتشوف ازاي هي وتنة بقوا اخوات، وبتكون متفقداها جدا. ومرة واحدة بيدخل عليها الملك، ووقتها تنة بتروح للملكة وبتقول لها هي ليه عملت كده. فبتبدأ الملكة هي والملك يحكي لهم السر اللي خلى الجنيات ممنوع تعدي الحدود. والحكاية ان في 2 من الجنيات حبوا بعض، هو كان من جنيات الشتاء وهي كانت من جنيات الدافية، والاتنين حبوا بعض بطريقة محدش يتخيلها. وكانوا كل يوم في وقت الغروب يقابلوا بعض على الحدود، وكل ما حبهم يزيد لبعض كل ما يبقى نفسهم يكملوا العمر مع بعض. لحد ما جه اليوم اللي كسروا القواعد فيه، واحد منهم عدى الحدود بس جناحه اتكسر. فتنة وفينكا بيسألوه ايه اللي حصل للاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض، فبيقولوا لهم ودعوا بعض للأبد. تنة بتزعل جدا لانها مش هتشوف اختها تاني، بس بتلاحظ ان الجو بقى بارد شوية، فكل الجنيات بيجروا ناحية الحدود وبيشوفوا الآلة اللي صنعوها عاملة عاصفة من التلج ومحدش عارف يوقفها. فبتجري كل الجنيات وبتفضل تزق في الآلة لحد ما بيخرجوها، والكل بيفرح. ولكن برضو العاصفة ما بتقفش وبتفضل تكتر في أرض الجنيات. ومساعد الملكة بيقول لهم في خلل حصل في الطبيعة، وبيشوفوا الشجرة بعد ما اتجمدت وهي بتقع في الأرض. فوزير الخريف بيقول للملكة احنا لازم نلحق شجرة تراب الأساطير. فالملكة بتقول لهم احنا لازم نعمل أي حاجة علشان نحميها. فبتبدأ كل الجنيات تستعد، وبيخبوا كل الحيوانات وبيوزعوا القماش على كل الجنيات. وتنة بتودي كل الحيوانات الباقية للبيت بتاعها. ووقت ما هي ماشية بتشوف الوردة اللي فينكا جمدتها وبتبدأ تسيح، وبتلاحظ كمان ان الوردة لسه حية. فبتجيلها فكرة، ووقتها شجرة تراب الأساطير اللي موجودة في أرض الشتاء بتبطل تنزل تراب. ودرويش بيقول لهم انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ووقتها تنة بتكون رايحة لهم، وفينكا جناحاتها بتنور، فبتعرف ان تنة قريبة منها. بس تنة ما بتستحملش التلج وبتقع في الأرض، وبتبص على جناحاتها وبتنصدم. وفينكا بتروح لها وبتقول لها ايه اللي حصل. فبتقول لها أرض الجنيات هتتجمد بسبب الخلل اللي حصل في الطبيعة. فدرويش بيقول لها علشان كده شجرة تراب الأساطير اللي عندنا ما بقتش تشتغل. فتنة بتقول لها التلج بتاعك حافظ على الزهرة. فصاحبتها بتقول لهم التلج عامل زي الغطا، بيحافظ على الحرارة من جوه وما بيخليش أي حاجة توصل له من بره. فدرويش بيقول لهم انتوا مستنيين ايه، يلا بسرعة. وبيروحوا بسرعة لحد ما بيوصلوا للحدود، وبينصدموا أول لما بيشوفوا غابة الخريف وهي متجمدة، والتلج بيكون بيمشي بسرعة ناحية شجرة تراب الأساطير. فتنة وباقي الجنيات بيكملوا طريقهم، ووقتها القماش اللي كانوا مغطيين بيه شجرة تراب الأساطير الهوا بيطيروا. وبلبل وأصيل بيقولوا للملكة الموضوع ده مش هينجح. ووقتها بتوصل تنة وباقي الجنيات، وفينكا بتشرح للملكة هما هيعملوا ايه، وبيبدأوا يجمدوا شجرة تراب الأساطير. بس وقتها الجو بيتلج أكتر على الجنيات، فبيبدأوا يوزعوا اللبس الشتوي عليهم. وجنيات الشتا بتقول لهم الشجرة كبيرة جدا ومش هنلحق نحميها كلها، والكل بيكون في منتهى الحزن. بس مرة واحدة بيجي ملك الشتا وبيجيب معاه كل جنيات الشتا، والملكة بتفرح جدا. وفينكا بتقول للملك احنا لازم نغطي شجرة تراب الأساطير الأول وبعد كده نروح لباقي الفصول. فالملك بيأمر المساعد بتاعه يروح هو وشوية جنيات لفصل الربيع والصيف، والباقي يروح وراه علشان يغطوا الشجرة. وهنا اللبس بتاع وردة بيطير، فالكائن ده بيمسكه وبيقول لها خليكي في مكان دافئ. فبتاخده وردة وبتشكره، وبتبدأ كل
الجنيات تغطي باقي الفصول، والباقي بينجحوا ان هم يحموا شجرة تراب الاساطير. والملك بيروح لهم وبيقول لهم العاصفة قربت، لازم تروحوا لمكان دافي. فبيروحوا كلهم يستخبوا في الشجرة، والملكة بتقول للملك هو كل حاجة هتبقى كويسة. فبيقول لها انا عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده. فبيقلع الملك الجاكيت بتاعه وبيلبسه للملكة وبيسيبها وبيمشي. وهنا وهو ماشي بنشوف جناحه مكسور، وبنعرف ان الاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض زمان هما الملك والملكة، واضطروا انهم يبعدوا عن بعض علشان محدش يأذي التاني. وبتبدأ كل جنيات الشتا يقفوا قدام العاصفة، وفعلا العاصفة بتغطي الشجرة وكل ارض الجنيات. وتنة بتخرج وبتشوف ان الشجرة بطلت تنزل تراب اساطير، والكل بيفقد الامل. بس لما الشمس بتيجي في الشجرة بترجع تاني تنزل تراب، والكل بيفرح وبيكونوا في منتهى السعادة لانهم قدروا يحموا شجرة تراب الاساطير. ووقتها بنشوف شجرة تراب الاساطير اللي في ارض الشتا هي كمان رجعت تشتغل. وفينكا بتقول لتنة يلا علشان نحتفل، بس تنة بتفضل واقفة مكانها وبتروح لها وبتقول لها في ايه يا تنة. فبتقلع تنة الجاكيت وبنكتشف ان جناحها اتكسر. فالكل بيتصدم، وبنعرف ان تنة لما كانت رايحة لارض الشتا وقعت في الارض، وده لان جناحها كان اتكسر. فبتقول لها فينكا انت ليه ما قلتليش في وقتها يا تنة. فتنة بتقول لها احنا كنا لازم ننقذ شجرة تراب الاساطير الاول، ده غير ان مفيش علاج للجناح المكسور. فبتحضنها وبتقول لها حقك عليا يا تنة. والكل بيبقى في منتهى الحزن، بس الملك بيقول لهم كل ده حصل علشان احنا حاولنا نفرق ما بينكم. والملكة بتقول لهم بس مفيش قوانين من النهارده وهتقدروا تعيشوا مع بعض. لكن الجو بيبدأ يدفى. فتنة بتقول لها انت لازم ترجعي دلوقتي، بس فينكا بتكون خايفة عليها جدا. فتنة بتقول لها ما تقلقيش انا هبقى كويسة، وبكرة هنتقابل عند الحدود. وبيحطوا جناحاتهم مع بعض بالرغم ان درويش حذرهم وان ما يعرفش ايه اللي ممكن يحصل. وجناحاتهم بتنور، ومرة واحدة جزء من جناح تنة ورنة بيخف، وبيبصوا لبعض وبيحطوا جناحاتهم تاني، ولكن المرة دي بيطلعوا نور كبير جدا، وجناح تنة بيخف بالكامل وبترجع تطير زي الاول. والكل بيفرح جدا وبيبدأوا يحتفلوا. تنة وفينكا بيطيروا وبيشوفوا التلج وهو بيسيح من ارض الجنيات. وبعد مدة من الوقت بيبقى عادي جدا ان الجنيات تروح لارض الشتاء، لانهم لقوا طريقة يحافظوا على اجنحتهم، وهي ان هم يغطوها بالتلج، وبكده مش هيحصل لهم اي حاجة. واخيرا بيقدر صاحب المكتبة يقابل درويش، وبتقدر فوز تقابل جنيات الحيوانات اللي زيها، والكل بيكون مبسوط جدا. والكائن ده بيروح لوردة وبيقول لها ازيك انا صقيع. فبتقول له انا اسمي وردة. فبيقول لها ده اسم جميل جدا. وتنة وفينكا بيعملوا مفاجأة لكل الجنيات وبيرموا كمية كبيرة من الورد والتلج. وهنا بلبل بيجيب لجنية اسمها نيرة البلوط اللي كان نفسها فيه. والملك اخيرا بيقدر يعيش مع الملكة من غير ما حد يحصل له حاجة. واخيرا تنة واختها بيقدروا يعيشوا مع بعض للأبد، والكل بيرتبط وبيكون مبسوط، والكل بيكون في منتهى السعادة. وبكده يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد.